أخيرا وليس أخيرا، الحمد لله أولا وأخيرا وفي كل وقت وفي كل الحين. الحمد لله الحمد لله لك يا رب حمدا كثيرا. الحمد لله جبتها سديت نصها ولسه عليا نصها، بس ان شاء الله ربنا يعطيني خيرها ويبعد عني شرها ويرزقني برزق واسع واخلص باقي حققها. بس عايزه اقول لكم بالرغم ان انا لسه عليا فلوس منها، بس الحمد لله انا فرحانه جدا 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 بعد صبر اكتر، صبر 4 سنين وزياده. بعد ما الشاشه بتاعتي اتكسرت، كان نوعها توشيبا. عايزه اقول لكم كانت حياتي متبدله جدا جدا، كانت الصاله عتمه جدا جدا ووحشه من غير فيها يكون الشاشه. وكل مره افكر فيها ان انا اجيب شاشه يحصل ظروف، لكن الحمد لله ربنا امر لي انا اجيبها في الوقت ده. ربنا يا رب يعطيني خيرها ويبعد عني شرها ويبارك لي يا رب فيها كده، وتفضل عندي وقت طويل كده مبارك فيها كده ان شاء الله، ويجعل عمرها طويل ويجعلها فتحة خير عليا وسد الباقي عن العاجل القريب يا رب. ولكم بالمثل ادعوا لي بظهر الغيب ان شاء الله. كل اللي بيتمنى حاجه لغيره ربنا بيعتها له. دي كده الشاشه اللي انا جبتها مع الريسيفر مع الحامل بتاعها. بجد انا فرحانه جدا جدا. ربنا يعطيكم نفس الفرحه، كل نفسه في حاجه يحققها ان شاء الله. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. انا فرحانه جدا جدا جدا. فيلا بينا نشوف بقيه اليوم. اولا كده صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة وراحة بال وطمأنينة، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يعطيكم اللي انتوا بتتمنوه، كل واحد نفسه في حاجة ان شاء الله يحققها ان شاء الله. زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو كنت فرحانة جدا جدا وعمالة اقول لكم ان انا خلاص بعد صبر طويل جبت الشاشة. بعد صبر 4 سنين من الشاشة اتكسرت، وكل ما خلاص انا ولا انا اجيبها كان يحصل ظرف طارئ وكده، فخلاص الحمد لله ربنا امر وجبتها. وزي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو انا كنت فرحانة قد ايه. ربنا يعطيكم نفس الفرحة دي، وكل حد نفسه في حاجة ان شاء الله يحققها عن القريب العاجل. وان شاء الله لكم بالمثل. اللي بيتمنى الخير للغير ان شاء الله ربنا يعطيله ولا وبزياده يعني كمان. تمام كده. وزي ما قلت لكم كمان ان انا جايبه النص ولسه عليا نصها وكده. الحمد لله اولا واخيرا وفي كل وقت وفي كل حين. الحمد لله الحمد لله. بس الحمد لله انا ركبت الشاشه من هنا، وزي ما انتم كنتوا شايفين في بدايه الفيديو. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. والله العظيم والله العظيم الحمد لله اولا واخيرا وفي كل وقت وفي كل حين. والحمد لله على ربنا يجيبه. انا ركبت من الشاشة من هنا. انا اخدت دور شديد جدا 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 انا وعيالي، وبعد كده جوزي. والله العظيم يعني خلاص بقيت عاجزة جدا جدا اقوم اقعد. دخلت في دور شديد فعلا والله العظيم. مش عارفة والله، الواحدة عمرها ما بصت لأي حد ولا عمرها استكترت على اي حد. انا من ساعة ما جبتها وفي كلام اتقالي استكتروا كده قبليه. انا والله العظيم شاشتي الاولانيه لما اتكسرت وكده قعدت صبر 4 سنين. البيت عندي بقى عتمه جدا جدا، الصاله بقت ميته جدا جدا. انا عندي تلفزيون، بس انا ما بستغناش على التلفزيون في غرفه النوم وكده. بالذات كمان احنا داخلين على الشتاء، وببقى احب ان احنا نقعد في الاوضه، الجو بقى ساقع وكده في قلب الشقه في الاوضه بقى احنا بنلم فيها انا وجوزي والاولاد. وكمان انا كنت عاوزه شاشه. انا خلاص طالما حاجتي اتكسرت لا يبقى يجي مكانها شاشه. فانا كان نفسيتي متعقده متدمره جدا جدا. البيت الصاله بقت ميته جدا جدا، ما كناش بنقعد فيها، مهجوره والله العظيم حرفيا مهجوره. فانا والله العظيم الشاشه ركبت من هنا، وانا خدت دور ما يعلم بها الا ربنا، دور جامد جدا 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 جدا. الحمد لله اولا واخيرا. حتى انا وثقت اللحظه اللي انا كنت الروشته بتاعتي والعلاج بتاعي تمام كده من البدايه للنهايه. يا دوبك الشاشه ركبت من هنا وكنست حوالين منها التراب اللي كان نزل مكان الحفر وكده بالشنيور. وتعبت خلاص وسيبت الشقه بقى تضرب تقلب. الصاله دي كانت تضرب تقلب. الحمد لله استعنت كده وقمت شفت اللي ورايا زي ما انتوا شايفين دي كده. انا كنت رحت كشفت، انا كنت اخده دور جامد جدا جدا. الحمد لله زي ما قلت لكم في كل وقت وفي كل حين واولا واخيرا. هنا ده العلاج بتاعي، الحقن اللي هتتحط جوه الجهاز والبرشام اللي انا كنت هاخده كده تمام. والله من العظيم مانيش عارفه اللي بيستكتر حاجه على حد بيستكترها عليه ليه. طب واللي بيقول حاجه دي ويبلغها لحد يقولها ليه؟ ايه السبب يعني؟ بجد والله العظيم ربنا يسقي كل واحد منا وياه.
ربنا يعطي كل واحد من نيته ويسقي كل واحد من نيته ومن ضميره. والله العظيم والله العظيم الواحدة بتتمنى الخير للغير. وبعد لما يكون عندي معلومة او عندي نصيحة او شايفة حد محتاج لشغل او عايز يعمل ايه، انا بقدم والله العظيم اللي هو انا هعمله لنفسي انا بديهولهم. بس بلاقي فيه كلام استكتار وفيه كلام بيطلع يعني من بني ادمين حقد عليكي. فالحمد لله والله العظيم برغم ده كله اقول ده انا بص ده يعلمني درس، يعلمني ان انا بعد كده ابقى في سريه تامه. ما بعرفش وما بعرفش اخبي. انا الكلمه ما جات لي بالان اللي فيه استكتار على الحاجه دي، ده ليه؟ ده انا مش جايبه يعني اعلى حاجه، ده انا جايبه حاجه والله العظيم يعني هي وسط جدا جدا. ما جبتش حاجه عاليه، وكمان جايباها 32 بوصه. يعني انا كان نفسي اجيب حاجه كبيره جدا جدا، لكن الاسعار اقسم بالله العظيم نار نار نار. ربنا يا رب كده يرزق كل واحد ويقدر يعيش في الحياة ويقدر يكمل مسؤولياته على نفس اللي احنا عايشينه. يا رب يعطي كل واحد كده بالحلال ويبعد عنه الحرام. بص بقى بعد دور التعب، بعد ما اخدت فيه اسبوعين والله العظيم الشاشه متركبه بقى لها اكتر من اسبوعين وانا تعبانه بقى لها اكتر اسبوعين والدنيا تضرب تقلب. فما كانش ينفع اسيب الدنيا اكتر من كده غصب عني. والله ان انا كنت اسيب الدنيا كده بالشكل ده، بس انا كل ما باجي اقوم الحمد لله يعني بقع، مفيش قادره خالص ابدا. فانا طلعت تكوات الركنه تمام كده في الشمس من الصبح. وكمان كان الحفاظات اللي عندي غسلتها اللي كانت في اوضه الاطفال واللي في اوضه النوم، وكمان غسلت السجاده بتاع اوضه النوم وسبتها حاططها كده على في البرندة تنشف تمام. وطلعت زي ما انتوا شفتوا كده تكوات الركنه. هنا جبت اللي هو نسيت اسمه والله العظيم مش عارفه اسمه، راح من على بالي. منفخ الهواء ده اللي بيطير الهواء وبيشد اي حاجه زي المكنسه كده. فقعدت اشفط كده هرد البسكوت بتاع المدرسه، الاولاد كانوا هاردينه وبياكلوه على الركنه والتراب اللي كان موجود تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه. هو البتاع ده حلو قوي بس انا ما عجبنيش ابدا تنظيفه. فانا خلاص بعد خلاص ما شفطت الحاجات دي هو هيشفطها كويس، شفطها كويس جدا. والهرد البسكوت والحاجات دي شالها من على الركنه. برضو ما استريحتش فقمت شايلاه وعينته تاني في الكرتونه بتاعته تمام كده. وكان هنا زي ما انتوا شايفين ابنه الصغير عمال بيساعدني بيحط لي الحاجه اللي هي كبيره تحته ويشفط. هو فرحان جدا جدا جدا. حتى هنا حبيت اطير الهوا بتاعه اعمل كده على شعره زي ما انتوا شايفين بقى فرحان جدا جدا. فرحته عندي طبعا هو اخوه بالدنيا وما فيها. ربنا يسعدهم ويرضيهم ويرضيهم ويهديهم ويجعلهم بارين هاديين ويبارك في عمرهم وفي صحتهم ويجعلهم متفوقين كده رب، واشوفهم في اعلى المناصب ومن احسن الرجال ان شاء الله انتوا اولادكم. فانا طبعا مرتحتش، قمت جايبه هنا فرشه الجاروف وبدات هنا اكنس في الركنه بالشكل اللي انتوا شايفين لحد ما كل حاجه طلعت معايا. هرد البسكوت التراب بجد يعني كانت نظيفه بشكل غير معقول تمام كده. وفي بعض حاجات انا عملتها بس مبقتش عارفه اصورها، جهد عليا طبعا. بس انا بقول لكم عليها. جبت فوطه مبلوله بدات امسح في الركنه، وبعد كده جبت اللي هو مزيل مزيل دهون. وبدات ارش على البقعه اللي كانت موجوده في الركنه. اللقطه دي برضو انا كنت مصوراها بس مش عارفه هي راحت فين. كتير قوي بعمل كده في كل فيديو الاقي في لقطه كده كنت مصوراها وراحت. انا كنست بقى بفرشه الجاروف الركنه طلعت التراب، وبعد كده انا عملت باللي هو مزيل الدهون ونضف لي البقعه اللي كانت موجوده في الركنه. دي كانت بقعه زيت وطلعتها لا ما طلعتهاش في الشمس، شغلت عليها المروحه تمام كده لحد ما نشفت معايا. بعد كده بدات ازق الركنه قدام كده وكنست حوالين الركنه. والله ما انا عارفه التراب اللي دخل ده ورا الركنه. انا كل فتره قريبه بكنس ورا منها، بقيت مصدومه لما لقيت العك ده كله قلام الاولاد والاكياس والحاجات دي كلها تحت الركنه. يعني ايه احنا عايش، يعني ايه احنا مش سايبينها مهجوره؟ مش للدرجه دي. بس عايزه اقول لكم بجد وامانه فتحه الشبابيك مفتوحه عندنا ليل ونهار. الجو حر جدا مفيش حد فوق مننا. الشارع فيه طبعا رايحه يعني الناس بتروح وتيجي بموتوسيكلات وتكاتك وعربيات وكده. وفي حد هنا عنده خيل وكده فرايح جاي، وانا فاتحه البيبان والشبابيك للتهويه، وكمان ان الشقه تبقى التهويه طريه كده متبقاش حر، لان انا عندي الدنيا نار بتبقى نار جامده جدا جدا. فبصراحه الدنيا عندي بتتبادل من التراب. فانا قلت لا بعد كده عشان كل شبابيكي واعصر على نفسي ليمونه واتحمل الحر وما اعيش في التراب ده، لانه بيأثر على الطاقه، بيعطي طاقه سلبيه في قلب المكان.
انا طبعا زي ما قلت لكم اللي كان مؤثر فيها، انا كنت تعبانه تعب جامد جامد جدا غير التعب اللي انا اخده فيه العلاج وكده. خدت عملت حجامه، وعملت كمان رؤيه شرعيه، وتعالجت بالقران الحمد لله. جنب ما انا عييت، لان انا كنت نايمه خالص، فده برضو كان اللي اثر ان الشقه تبقى بالشكل ده. دي حاجه بسيطه كده ما تذكرش عن باقي الشقه. تمام. لو وصلت معاه لحد هنا متنسيش انك تصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دايما كده وانت بتعملي اي روتين او تعملي اي مصلحة عندك في البيت، دايما كده اذكري الله، وحدي الله، صلي على سيدنا محمد. تلاقي الحاجه بتخلص معاك بسهوله، في بركه كده في الوقت، بركه في الحاجه انت بتعمليها، مبسوطه سعيده. غير انك ما تشغلي اغنيه. طبعا انا بحب اشغل قران، نشيد ديني، على قد ما بقدر ببعد عن اغاني. بيبقى ساعات طبعا ان انت نفسك تشغلي حاجه وتفرحي نفسك، بس بنبعد طبعا ان احنا ما نشيلش سيئات كتير. فعودي لسانك دايما بذكر الله. مش انا طبعا اللي هقول لك، ومش انا الحد اللي هو ينصحك باي حاجه دينيه، بس احنا بنفكر بعض باننا نوحد الله ونصلي على رسول الله، يعني نذكر بعضينا. فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، والثواب يعم علينا جميعا. طبعا انا كنست تحت ورا الركنه وفي الصاله، ولميت التراب ونفضت الركنه من ورا. تمام كده. بعد كده جبت سلكه وميه سخنه وفيها الاريال. تمام كده. ومسحت، غسلت الحيطان بالسلكه. عايزه اقول لكم نظفتها جامد. بعد كده جبت السلكه وبدات امسح هنا في البلاط ورا الركنه. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده انا شفت الدنيا. بعد كده زقيت الركنه مكانها، وضمتها على بعضها وكده. وبعد كده انا عندي كده شفت الركنه اللي بدات القماشه تفرغ كده وتبعد في جنب وتتبهدل. فانا عندي الدباسه طبعا الخشب، بدات ادبس فيها. خليتها متينه حديد. بصراحه الحاجات دي بتنفع قوي في البيت. العده دي جميله جدا جدا في البيت. يعني واحده واحده كده تحوشي جزء في جزء، واي حاجه محتاجاها من العده هاتيها تنفعك. مش ضروري تحتاجيها في نفس الوقت، هتحتاجيها فيما بعد. ده الشكل النهائي بعد ما خلصت. ولسه استنوا بقى الجزء التاني.